السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن أحبتي قبل أن نبدأ الفيديو نبدأ أولا في تكريم الطلبة والطالبات اللي جاوبوا إجابات صحيحة عن المسابقة اللي فاتت. تعالوا مع بعض نشوف المسابقة كانت إيه وإيه هي إجاباتها الصحيحة. مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن 3 أسئلة تصويب ما بين القوسين. حابب انوه النهارده ان شاء الله ان في مسابقه، بس مسابقتنا النهارده مختلفه عن اي مسابقه، لان الفايزين فيها هيكسبوا فلوس ان شاء الله. في عندنا 3 فايزين من ابطال القناه هيفوزوا كل طالب ب 100 جنيه هترسل له عن طريق اقرب فودافون كاش له، وهيتم الاختيار عشوائي في الفيديو القادم باذن الله. كل اللي عليك انك تكون مشترك في القناه وتعلق بالاجابات ال3 يكونوا صح، وتكتب الاسم ثلاثي، وان شاء الله اللي هيفوز معانا هيتم التواصل معايا ويديني رقم اقرب كاش له، اقرب خط يكون عليه كاش له، ابعت له عليه الجايزه مع اطيب الامنيات للجميع بالفوز. وهيتم ايضا اختيار 20 اسم اخرى من الاجابات الصحيحه هيتم وضعهم في لوحه الشرف في بدايه الفيديو القادم. تعالوا مع بعض نقرا المسابقه بتاعت الفيديو اللي فات ونحاول نجاوب عليها. يا ريت الكل يركز معايا، اللي جاوب على المسابقه يركز، واللي ما جاوبش برضه يركز علشان يستفيد معانا، ربما تجيله كتركه من ضمن تركات الامتحان باذن الله. He used to be fat، هو اعتاد ان يكون تخين. خلي بالك، هو اعتاد ان يكون used to be، يبقى الناحيه الثانيه but now، ولكن الان he isn't. كان اصل الجمله he isn't fat، ولكن الان هو لا يكون تخين، عشان كده جبت isn't مش doesn't، عشان هنا جاي بعد used to be. used to be اول ما تلاقي used to جاي معاها be verb to be، يعني الناحيه الثانيه بتكون verb to be يا اما في الاثبات يا اما في النفي حسب معنى الجمله. طالما هنا جايه في الاثبات يبقى بعد but هيكون نفي، طب لو هنا جايه نفي هتكون بعد but اثبات. عمر doesn't used to play tennis but now he does. هو عايز يقول عمر لم يعتد ان يلعب تنس ولكن الان هو بيعمل كده. لم يعتد يبقى انا محتاج انفي used to، بس خلي بالك هنا جايه used to مش use، مش هينفع انفيها ب didn't used to لان هنا جايه used. فالنفي الاخر اللي ممكن استخدمه هو never، يبقى عمر never used to play tennis but now he does. If you جايب لي did your project you would fail the exam. خلي بالك دي القاعده الشرطيه الثانيه. ليه؟ لان جواب الشرط would fail زي ما احنا شايفين كده would fail، يبقى على طول سؤال الشرط اللي هو بعد if لازم يكون ماضي بسيط. ما هو جاي ماضي اهو يا مستر، if you did يبقى اكيد في نفي اكيد في الموضوع، يبقى if you didn't do هنحط النفي بتاع الماضي البسيط ب didn't زائد المصدر من الفعل did وهو do. يبقى انت لو ما عملتش المشروع بتاعك انت هتسقط في الامتحان. ما تنسوش مسابقتنا النهارده، مستنيكم ان شاء الله الكل يدخل بعد ما نخلص الامتحان بتاعنا. امتحان جميل جدا هيعجبكم ان شاء الله، يا ريت الكل يشارك معانا في المسابقه بعد ما نخلص الامتحان ونستفيد من الامتحان اللي هنحله مع بعض. تعالوا مع بعض نكرم ابطالنا اللي قدروا ان هم يجاوبوا عن ال3 اسئله معا. هنبدا باول طالبه متفوقه قامت بالتعليق بالاجابه الصحيحه، وهي الطالبه جنى محمد اسماعيل من الشرقيه، يحيى محمد من الفيوم، كنزي علي الجيزه، آية عبد الرحمن السيد من الاسماعيليه، نورين رضا كفر الشيخ، هنا خالد، عبد السلام محمد عبد السلام القليوبيه، سلمى محمد جمال القليوبيه، آية أيسر محمد سوهاج، ياسمين مصطفى الجرف المنوفيه، ريم عز الدين محمد الشرقيه، سارة مصطفى أحمد أسيوط، هدير من سوهاج، فاطمة محمد إسماعيل من قنا، حسين السيد حامد من الشرقيه، مارينا ماجد من أسيوط، خلود ياسر عبد العال عبد الفضيل من قنا، خديجة ياسر عبد العال من قنا، نادين سلامة عبودة من المنيا، شيماء سامي سليمان من كفر الشيخ، جوليا أيمن فيصل من القليوبية، شهد أحمد عثمان من الدقهلية، يوسف محمد من المنيا، فاطمة نظير راس غارب، نور الله هاني الفيوم، علي خالد جزائر، أمل ماهر من الشرقية، مرام أسامة أحمد من دمياط. ألف مبروك ليكوا أحبتنا، ودعواتنا ليكوا يا رب بدوام التفوق بإذن الله. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام للصف الثالث الإعدادي، هو عبارة عن امتحان على نصف المنهج، امتحان على الوحدة السابعة والثامنة والتاسعة هنحله مع بعض إن شاء الله. الامتحان هيعجبكم جدا، الامتحان فيه تريكات جميلة
وفي افكار جميله جدا هتعجبكم. يا ريت نستمر معايا من اول الامتحان لحد اخره، محدش يسرع الفيديو، هنستفيد جدا مع بعض يا شباب. فكركم لو دي اول زياره لكم للقناه، سبسكرايب او اشتراك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الاول، ولايك وشير للفيديو، دعم لينا ودعم للقناه. بفكركم احبتي نكثف الدعاء لاخواتنا الفلسطينيين، ندعو الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم ويسدد رميهم ويثبت اقدامهم وينصرهم على عدونا وعدوهم يا رب العالمين. تعالوا مع بعض نبدا الامتحان بتاعنا ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول سؤال عندنا هو سؤال الديالوج. طبعا انتوا عارفين الطريقه بتاعتنا في استعراض الامتحان، كل واحد فينا او واحده هيطلع ورقه وقلم وهيبدا في حل الامتحان من اول سؤال لاخر سؤال، وبعد ما تخلصوا حل هبدا انا في حل الامتحان معاكم. هسيب لكم كل صفحه لمده 10 ثواني ونحاول ان احنا نختبر نفسنا وندي لنفسنا درجات في نهايه الامتحان، وان شاء الله مستني درجاتكم اسفل الفيديو في التعليقات. كل واحد فينا هيطلع الورقه وقلم، هيكتب رقم السؤال ورقم الاجابه فقط، يعني نمبر 1 اجابتها ايه، 2 اجابتها ايه، و3 و4 و5. مش هيكتب الكلام ده كله، هيكتب بس الاجابه بتاعه كل سؤال. وفي اخر الامتحان هبدا انا في حل الامتحان معاكم تدريجيا، وتقارنوا اجاباتكم باجاباتي، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. هسيب لكم كل صفحه زي ما انا قلت لمده 15 ثانيه او 10 ثواني عشان وقتكم، وهقلب على الصفحه اللي بعدها. دي اول صفحه. تاني صفحه عندنا سؤال اللي هو قطعه جايب اربع فراغات وست كلمات فوق، المفروض هملا الاربع فراغات باربع كلمات من اللي فوق. الصفحه اللي بعدها سؤال القطعه. قطعه فيه سؤالين هنا، تمام، وفي 4 اسئله تانيين الناحيه التانيه او الصفحه التاليه. الصفحه التاليه فيها بقيه اسئله القطعه وفيها سؤالين تشوز. عندنا 6 اسئله اختياري، عايز يا ريت تكتبوا لي جبتوا كام سؤال صحيح من ال6 اسئله يا شباب في نهايه الامتحان. ده بالاضافه للامتحان كله، انا عايز السؤال ده على وجه الخصوص الاختياري جبنا فيه كام. بقيه اسئله الاختياري وفي عندنا سؤال تصويب ما بين القوسين. عندنا 5 اسئله، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات جبتوا كام اجابه صحيحه من ال5 اسئله اللي قدامنا. اخر سؤال عندنا هو سؤال الباراجراف. انا في باراجرافين متوقعين انا توقعتهم. الباراجراف ده اللي هو a review of how to stop climate change، مراجعه نقديه عن كيفيه حل مشكله التغير المناخي او توقيف او منع التغير المناخي. السؤال الباراجراف الثاني هو a review of a visit to the Red Sea، هي عباره عن مراجعه نقديه عن زياره الى البحر الاحمر. ودلوقتي مع حل الامتحان مع تمنياتي بالتوفيق للجميع، ما تنسوش كتابة درجاتكم في التعليقات يا شباب. أول سؤال عندنا كان سؤال الديالوج. مصطفى is reading an article، مصطفى بيقرأ مقال about global warming، عن الاحتباس الحراري. طبعا أحمد بيسأله what are you doing what are you reading، ماذا تقرأ، what are you reading. فهيرد عليه يقول له I am reading an article، I am reading an article. انا جبنا كلمة article دي منين؟ من هنا اهو، reading an article. what is it about؟ الارتكل ده عن ايه؟ فقال له it's about global warming. سأل سؤال فقال له it means انه يعني the increase of temperature، زيادة درجة الحرارة. يبقى اكيد السؤال ماذا هو يعني، ماذا يعني ايه؟ what، هحط اداة استفهام what. والجملة تحت يا جماعة it means اللي هسأل عليها it means فعل هنا ومعاه اس المضارع، يبقى هتحطوا does كفعل مساعد. يبقى what does وبعدين it mean، what does it mean. بس انا ممكن اشيل it دي واحط مكانها ايه الجلوبال وورمنج، يبقى اقول what does global warming mean، ماذا يعني الاحتباس الحراري. لاحظ ان انا جبت المصدر هنا عشان does جت قبليه. ممكن اشيل global warming برضه واحط مكانها it، يبقى what does it mean. can we solve the problem؟ هيقول له yes we can، نعم نستطيع. وبعدين سأل سؤال فقال له we can solve it by planting more trees، يبقى كيف يمكننا أن نحله. يبقى how، تمام، أداة استفهام، الفعل الناقص هو هستخدمه تاني حاجة بعدها استفهام، يبقى how can we solve it. سؤال سهل جدا، how can we solve it. وبعدين قال جملة كده، قال له نقدر نزرع المزيد من الأشجار. في الآخر ممكن يجاوب إجابتين، ممكن يقول له إيه، يقفل الكلام ويقول له thank you، أو يقول له you are right، الاتنين صح. thank you شكرا ليك، أو أنت محق.
You are right. السؤال الثاني القطعة Our planet is hotter and our weather is changing. الطقس بتاعنا بيزداد حرارة والطقس الكوكب بتاعنا بيزداد حرارة والطقس بتاعنا بيتغير. There are more floods. يوجد المزيد من الفيضانات. Space and forest fires. Floods هو بيعد مجموعة حاجات. يوجد المزيد من الفيضانات وحرائق الغابات. طبعا والدراوتس اللي هي رقم 1. يوجد المزيد من الفلاتس والدراوتس and the forest fires. Then any time in history. One of the reasons واحد من الأسباب for that لذلك is climate change هو التغير المناخي. Climate change which is caused by والذي يسبب بواسطة caused by يعني يسبب بواسطة نقط. طب الكلايمت تشينج ده بيسبب بواسطة ايه؟ نقط such as carbon dioxide. ايوه green house gases اللي هي غازات الخاملة. by greenhouse gases يعني الغازات الخاملة. such as مثل carbon dioxide. there are space أو these are يقصد بthese دي اللي هي الايه الغازات الخاملة دي. these are التي تصنع when we burn fossil fuels. دي عايز هنا passive voice. these are يبقى تصريف ثالث من الفعل made. these are made تصنع when عندما نحرق الفوسيل فيولز اللي هي الوقود الحفري. السؤال اللي بعد كده قطعة نقرا مع بعض القطعة. What do people need to light their homes. ماذا يحتاج الناس لكي يضيئوا منازلهم and drive their cars ويقودوا سياراتهم. Energy الإجابة طبعا الطاقة. It gives power to many things إنها تعطي الطاقة إلى الكثير من الأشياء. We need and use التي نحتاجها ونستخدمها. Most of the energy people use come from coal. معظم الطاقة التي يستخدمها الناس تأتي من الكول الفحم oil البترول and gas والغاز. They are called كل ده بيسميه ايه؟ fossil fuels الوقود الحفري. These fuels come from fossils under the ground. هذه الوقود هذا النوع من الوقود يأتي من حفريات تحت الأرض. Fossils are the remains. هو بيعرف الفوسيلز اللي هي الحفريات هي بقايا remains of plants للنباتات and animals والحيوانات that lived long ago التي عاشت منذ زمن بعيد. Burning fossil fuels حرق الوقود الحفري pollutes the air بيلوث الهواء. The air becomes dirty الهواء يصبح متسخ. That can be harmful to people. هذا يمكن أن يكون harmful ضار للناس animals الحيوانات and plants. Now more people and are using clean energy. الآن المزيد من الناس يستخدمون الطاقة النظيفة such as energy أو such energy مثل تلك الطاقة doesn't pollute the air لا تلوث الهواء. Here are two kinds of clean energy. ها هي نوعان من الطاقة النظيفة. The sun gives earth heat and light. الشمس تعطي الأرض الحرارة والضوء. Some homes have solar panels on the roof. بعض المنازل بها ألواح شمسية في السطح. The panels الألواح دي collect sunlight تجمع ضوء الشمس and burn it into electricity and turn it وتحولها إلى كهرباء. To light our homes عشان تضيء منازلنا and watch television ونشاهد التلفاز. Solar power الطاقة الشمسية can also be used to warm up the water in our homes. الطاقة الشمسية يمكن أيضا أن تستخدم warm up لكي نسخن المياه في منازلنا. People can turn wind into electricity. الناس يمكن أن تحول الرياح إلى كهرباء. Wind turbines اللي توربينات الرياح are machines هي آلات that spin التي تدور. spin يعني تلف أو تدور. when the wind blows عندما تهب الرياح to make electricity عشان تصنع الكهرباء. the main idea طبعا الفكرة الرئيسية هي energy الطاقة. سؤال سهل. coal, oil, gas are kinds of هي تعتبر أنواع من الفوسيل فيولز اللي هي الوقود الحفري. طب السؤال الثالث how does burning fossil fuels affect the air. كيف حرق الوقود الحفري بيؤثر على الهواء. طبعا it pollutes
the air. يبقى it pollutes the air and it becomes dirty. والاير ده الهواء بيصبح متسخ. بالنص جايبينها من القطعة. Which type of energy is healthier to use؟ ايه نوع الطاقة الذي يكون أكثر صحة للاستخدام؟ طبعا اللي هي الايه؟ اللي بنسميها renewable energy أو clean solar energy and wind energy. ممكن نقول زي ما ذكر في القطعة اللي هي طاقة الرياح الشمسية وطاقة الرياح. تعتبر أكثر صحة للاستخدام. mention يعني أذكر two things شيئان that people do with clean energy. الناس بتعملها بالطاقة النظيفة. حاجتين زي ما هو قال إن إحنا light homes نضيء المنازل and watch TV ونشاهد التلفاز. In the future في المستقبل do you think هل تعتقد we will stop سنتوقف عن using fossil fuels؟ why؟ هنقول طبعا yes I think so because it's dangerous for the environment. لأنها ضارة بالبيئة. dangerous for the environment ضارة بالبيئة. طيب سؤال اللي choose عندنا 6 أسئلة. أول سؤال we add the prefix a to the word agree لكلمة agree to form the opposite عشان نكون الأوبزيت اللي هو العكس. أيوه agree تبقى disagree يعني إيه؟ يرفض. agree يوافق disagree يرفض. the energy we get from the sun الطاقة التي نستخرجها أو نحصل عليها من الشمس بنسميها solar energy الطاقة الشمسية. space are small young plants أيوه زي ما ناس كتير بتجاوب دلوقتي seedlings شتلات seedlings. طب seeds معناها بذور. crops محاصيل. forest غابات. this happens when all the trees in an area are cut down. عندما بيحصل الكلام ده عندما كل الأشجار بتقطع يبقى deforestation إزالة الغابات. they live on the east coast هم بيعيشوا في الساحل الشرقي. كلمة coast هنا can be adjective بإضافة al تبقى coastal ساحلي. A space is the land هي الأرض that's below the area around it التي تكون أسفل المنطقة التي حولها يبقى منخفض. أيوة depression منخفض يعني depression. سؤال الكوريكت مع بعض كده نركز. I woke up late وبعدين جاب لي كده في بداية الجملة الثانية that's because I didn't catch the bus أنا لم ألحق الأتوبيس. لذلك هو عايز يقول لي لذلك يبقى هنقول إيه؟ that's why يعني لذلك بتساوي كلمة so بس بتيجي في بداية الجملة الثانية يبقى that's why لذلك أو لهذا السبب I didn't catch the bus. He used to walk to school هو اعتاد أن يمشي للمدرسة but now he doesn't ride his bike لا ولكن الآن هو بيركب عجلته. مش هينفع نقول هو اعتاد أن يمشي للمدرسة ولكن الآن ونجيبها في صيغة النفي نقول هو لم يركب دراجته لا ولكن الآن هو بيركب دراجته. هو لم يعتد أن يمشي ولكن دلوقتي بيركب الدراجة في المضارع البسيط تبقى he rides هنحطها في المضارع عادي جدا. if it وجايب لي be fine tomorrow we will go to the zoo طبعا دي القاعدة الشرطية الأولى اللي عرفني عشان في جواب الشرط will زائد المصدر يبقى أنا بعد if هجيب إيه؟ مضارع بسيط جميل. if it المضارع من be is if it is fine tomorrow لو الجو كويس بكرة أنا سأذهب إلى حديقة الحيوان. the lake is مملوءة في الباسيف فويس أكيد يبقى إيه البحيرة مملوءة is filled طبعا الماضي أو التصريف الثالث من الفعل fill يملأ هو ماضي منتظم بالإي دي عادي خالص. a list of the new 7 wonders السؤال ده بقى تركاية كده قائمة بالسبع عجائب نقط جايب لي make in 2007 طبعا الجملة دي أول ما نلاقي كلمة wonders يبقى هنجيب passive voice صح هنجيب مبني المجهول. العجائب صنعت في 2007 لأن ده ماضي يبقى في الماضي passive voice في الماضي تبقى wonders were تمام وبعدين made التصريف الثالث. هقول لك الإجابة خاطئة ليه بقى؟ عشان هو هنا بيقول لي قائمة هي اللي صنعت قائمة a list of the new 7 wonders مش الوندرز العجائب هي اللي صنعت لا ده قائمة هي اللي اتصنعت في ايه في 2007. قائمة هنا مفرد ولا جمع؟ a list تبقى مفرد يبقى was made صنعت في 2007 أو 2007 تمام. تعالوا ننتقل لآخر سؤال عندنا هو سؤال الباراجراف. قلنا أول باراجراف كان عندنا هو مراجعة نقدية عن كيف نمنع التغير المناخي.
هو ده الباراجراف المقترح ليكم. يا ريت نقرا الباراجراف كويس جدا. لو في كلمات مش واضحه اكتبوها لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم عشان ما نضيعش وقتنا. ناخد الباراجراف المتوقع الثاني، هو مراجعه نقديه عن زياره الى البحر الاحمر. هي دي الباراجراف او الزياره او الريفيو بتاعت الزياره، يا ريت نقراها كويس برضو. لو في اي كلمات او اي اسئله بره الامتحان ده خالص يا ريت تكتبوها لي في التعليقات، انا برحب باي اسئله. تمام، تعالوا مع بعض ننتقل الى الكويز بتاعنا اللي انا عارف ان في ناس مستنياه، لان الكويز بتاعنا النهارده غير، لان الجوائز بتاعتنا ان شاء الله النهارده هي عباره عن 100 جنيه لثلاث فايزين معانا، هيفوزوا كل فائز ب 100 جنيه بالاضافه للتكريم العادي بتاعنا. ان شاء الله هنختار برضو 20 طالب او طالبه هيتكرموا في بدايه الفيديو القادم، بس في بالاضافه لكده هيكون في جوائز نقديه لثلاث طلاب هتنبعت لهم 100 جنيه لكل طالب كجائزه رمزيه. انا عارف ان المبلغ مش كبير بس هي كتشجيع كده وكجائزه رمزيه ليهم. ان شاء الله المزيد في القادم باذن الله هيكون في المزيد من الجوائز. ان شاء الله تعالوا نبص كده على الاسئله بتاعتنا. اول سؤال عندي unless عمر جايب لي have money he wouldn't buy a new mobile. If the car not repair we wouldn't be able to travel. Tell me where is the post office. رقية. اتمنى ان شاء الله ان كل ابطالنا ابطال القناه يوفقوا في الاجابه عن الثلاث اسئله معا. ما تنسوش كتابه الاسم ثلاثي، الاسم ثلاثي يا شباب. بنبه المره ثانيه الاسم لازم يكون ثلاثي. اسفل الفيديو في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم مع فيديو التكريم وفيديو الجوائز بتاعتنا ان شاء الله اللي هنختار فيه الفايزين، وهنختار فيه كمان ال20 اسم اللي هتكرموا في بدايه الفيديو القادم. واشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.